يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم؟ وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بشرب الكركديه بتاعي في الجو الحلو ده، وزي ما انتم شايفين المنظر الطبيعي اللي جنن. عشان النهارده معانا روتين جديد ويوم جديد في بيت اهلي. تابعوني لاخر الفيديو وان شاء الله هتستفيدوا منه. يا رب يسعد صباحكم ويجبر بخاطركم وينولكم كل اللي في بالكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. احنا النهاردة هنخبز عيش بلدي زي ما انتوا شايفين اهو. احنا عجننا العيش وقطعناه وحطيناه في الشمس عشان يخمر. كان نفسي اصور لكم التفاصيل دي في الاول، بس يعني انا اللي كنت بعجن وانا اللي كنت بقطع، فما كانش في حد يصورني. فقلت ايه، يلا مش مشكلة اوريكم جزء من الخبيز بتاعي ونكمل باقي الفيديو في اي حاجة تانية. زي ما انتوا شايفين الجو جميل اهو، شايفين منظر الخضرة ومنظر العنب اللي يفتح النفس على الشغل والقعدة. كان الهواء جميل والمنظر جميل جدا. وبعد كده ايه سبت العيش في الشمس يخمر ودخلت على البيت. طبعا كان متبهدل ردة ومتبهدل تراب وكده مكان الخبيز. فنفضت وكنست زي ما انتوا شفتوا، رتبت وسويت. فقامت اختي بتساعدني وقعدت تمسح اهي زي ما انتوا شايفين اهو. قلت لها طب تعالي اصورك. المهم بقى مسحنا البيت مع بعض ونضفناه، وعشان ايه نطلع بقى بعد كده على الخبيز برا نكمله. عشان يوم الخميس ده بيبقى يوم متعب جدا وبيبقى يوم شديد بصراحة. بيبقى محتاج يعني مجهود، وبعد ما بنخلص بنبقى خلاص اتهدينا. فاحلى حاجة ان انت تنتهز الفرصة وانت واقفة وشغالة وعندك نشاط لسه، وتعملي كل حاجة جنبك. لانك لو خلصت الحاجة اللي في ايدك وقعدت شوية هتلاقي جسمك همد كده ولقيتي نفسك هبطانة وهمدانة ومش قادرة ان انت تقومي تعملي اي حاجة. فاحسن حاجة ان انتي تشتغلي وانتي واقفة بالمرة، تكملي كل الحاجات اللي وراكي. تعالوا بقى نشوف العيش بتاعنا. هنا خلاص خمر وشغلنا الفرن عشان تسخن. فخرجت لقيت امي بتشقق العيش زي ما انتوا شايفين كده. نكمل كلامنا. كنت عايزه اقولك لما بتكوني شغاله في حاجه يعني اشتغليها كلها على بعضها. مثلا تكوني بتخبزي كده، نضفي جنبك البيت وروقي الدنيا، ولو عندك غسيل مواعين اغسلي ونضفي المطبخ حواليكي. كل ده وانتي مستنيه العيش يخمر. يعني الست الشاطره السعوديه بقى كانت كنا احنا زمان او ما زلنا يعني نعجن العيش ونخلصه وبعد كده نطلعه في الشمس يخمر، وجنب العيش ننضف البيت ونمسحه من الردة ونكنسه، وكمان نغسل مواعين العجين ونغسل اي مواعين في الحوض ونوضب الدنيا حوالينا، ونعمل حاجات كتير قوي على بال ما يكون العيش خمر. كمان لو انت مثلا بتطبخي جنبك تغسلي مواعين، توضبي المطبخ، ترتبي حاجة عندك مثلا كام درج مش متظبطين في المطبخ تظبطيهم. عندك حاجة عايزة تتنضف وتتغسل حواليك اعمليها، حاجة عايزة تتلمع وكده. يعني المهم ان انت تعملي الحاجة على بعضها وانت واقفة. ما انت كده كده هتحطي الاكل على النار وهتستنيه يستوي، ما تقعديش جنبه وتقولي انا كده كده بطبخ. ما انت كده كده واقفة وكده كده تعبانة، وكده كده الحاجة دي هتفضل عليكي بعدين. فاحسن حاجة ان انت تخلصيها جنبك وانت شغالة. لان زي ما قلتلك هتبقي نشيطة اكتر وفيكي صحة اكتر. ممكن تبقي تعبانة ومش قادرة، بس تبقي بس صدقيني بجد هتبقي ايه انا لخبطت الدنيا. صدقيني بجد هتبقي ايه انشط من ان انت لو قعدتي شوية وهمتي كده وبعدين قمتي على الحاجة تاني، هتلاقي نفسك مكسلة ومش قادرة ان انت تواصلي. فاحسن حاجة ان انت تعملي الحاجة على بعضها وبعد كده تخلصي تاخدي حمامك وتفوقي كده وتقعدي براحتك. لو وراك اي حاجة عايزة تعمليها تاني تبقي فاضية، عايزة تقعدي على التليفون بتاعك، عايزة تشوفي اولادك، ايا كان اللي انت هتعمليه. المهم ان انت هتبقي مرتاحة وفاضية. وادي العيش اهو احمر زي ما انتوا شفتوا واستوى. انا كنت بقى يعني بحاول ان انا ازق العيش اللي هو احمر وبدأ يحمر معايا على جنب، واجيب الناحية التانية العيش الابيض، لان الفرن مش زي بعضها، في ناحية بتحمر اكتر وفي ناحية بتفضل بيضة. فزي ما انتوا شفتوا اهو العيش كله معايا استوى واخد لون واحد من فوق ومن تحت. بسم الله ما شاء الله عليه، كان جميل جدا وطري ويفتح النفس على الاكل ما شاء الله عليه. فانا هبدأ اخرج العيش اهو، علشان لسه بقى ايه انا هخرج العيش ده وهرص عيش تاني لحد بقى ايه ما اخلص.
طبعا العيش سخن جدا، انا ماسكاه بالعافيه. فاحنا اتعودنا ان احنا نمسك العيش وهو سخن. في ناس ما بتستحملش لان ايديها او جلدها ما بيبقاش اخد على ان هي تمسك حاجه سخنه او نار، لكن احنا اتعودنا يعني من كتر الشغل والحاجات اللي زي كده، اتعودنا عادي. فاحنا بنمسك العيش عادي وهو سخن ونطلعه زي ما انتوا شايفين اهو. بصي يا اختي، انت لازم تتعلمي كل شغل البيت، ولازم تتعلمي اي حاجه انت ما بتعرفيش تعمليها. مفيش حاجه اسمها ما بعرفش. اللي عاوز يتعلم الحاجه بيتعلمها. اسالي اهل الخبره، اسالي امك، اسالي اي حد بيعرف يعمل الحاجات دي، وتعلمي كل حاجه عشان تبقي ست بيت شاطره، وتعرفي تفتحي بيتك، وتعرفي تشوفي حياتك مع اولادك ومع جوزك، عشان تبقى حياتك ناجحة ومستقرة وسرك هادي. ايه ده، احنا رحنا فين؟ ايه اللخبطة دي؟ انا روحت البيت لان في اليوم ده انا كنت مروحة، وخبزت الماما وساعدتها في الخبيز، وكمان اخدت عيش من عندها. المهم روحت شقتي، وشايفين التراب، شايفين ايه ده انا مش قادره اوضح لكم زي ما انا شايفه على الطبيعه، يعني الكاميرا مش مبينه التراب قوي. بحاول ان انا اوريهولكم تراب السنين زي ما يكون ليا سنه سايبه الشقه. حاجة فظيعة جدا ما تتوصفش بصراحة، يعني لان الفترة اللي فاتت كانت فترة دراسة القمح، وكمان كان في تراب كتير، وفي عواصف رملية يعني كانت بتشتغل. فطبعا ايه كل ده عبى في الشقة جوه، انا مش موجودة. زي ما انتوا شايفين التراب اهو. كل ده انا هشمر دلوقتي وهنزل عليه نظافة. انا دلوقتي عايزة اقول لكم ان انا بالليل الساعة 10، فتخيلوا ان انا رايحة اغير هدومي وهنزل في الشقة نظافة ومن كل حاجة. ربنا يعيني، ادعولي ربنا يعيني ويقويني، ويعين كل واحدة يا رب شايلة على كتافها حمل ومسؤولية. وحشني بيتنا، وحشني جو الليل والانوار هنا، لان بيت اهلي في قرى، والجو عندهم بالليل بيبقى سكيتي كده، ومفيش اي انوار ولا اي حاجة كده ايه تونس يعني. فرجعت اهو لشقتي ومكاني، وهبدأ بقى ايه انضف. كان نفسي اصور لكم وانا بنضف الشقة، بس للأسف كان يعني مجهود كتير هعمله، وكان الجو بالليل، وكنت عايزة ايه اخلص بسرعة علشان الحق الم الدنيا، وكمان محبتش اطول عليكم الفيديو. يلا اشوفكم